الدنيا مقلوبة في سوق العقارات، وناس كتير بتحذر من الفقاعة العقارية اللي لو حصلت هتخلي الأزمة أزمتين. علشان كده محدش عارف لا يشتري ولا يبيع. بس هو يعني إيه فقاعة عقارية أصلا؟ وأسعار العقارات هتوصل لفين الفترة اللي جاية؟ وإيه نسب وقت الشراء؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض، بس تابعنا في الفيديو ده. أزمة العقارات لحد دلوقتي لسه موجودة، خصوصا إن في كلام كتير انتشر الفترة الأخيرة عن وجود فقاعة عقارية في مصر، يعني وجود ارتفاع أسعار غير مبرر للعقارات، وطبعا دي أزمة كبيرة. لكن أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري ومجلس العقار المصري أكد إن مصر بعيدة تماما عن أي فقاعات عقارية، لأن الفقاعات دي بتحصل نتيجة التضخم غير المبرر في أسعار العقارات، وده بسبب زيادة الطلب عليها بشكل غير طبيعي مع وجود تمويل عقاري بدون ضمانات فعلية. وقال إن الوضع الاقتصادي في مصر مستقر جدا، وإن صفقة رأس الحكمة عملت دافع كبير وثقة كبيرة للاستثمار العقاري في مصر، وده دليل على إنه أفضل الأوعية الاستثمارية حاليا. قال كمان إن ارتفاع أسعار العقارات الفترة الأخيرة كان بسبب ارتفاع التضخم عالميا وبشكل غير طبيعي سنة 2023، وده أدى لرفع أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة التمويل والتحوط قدام قيمة الجنيه المصري، وكمان ارتفاع التكاليف وبالتالي ارتفاع قيمة العقارات. وعلى فكرة ده قال إن معظم الشركات العقارية مبيعاتها وصلت لحوالي نسبة 35 ل 50% من مبيعاتها خارج مصر تحت مسمى تصدير العقار، خاصة للعرب والأجانب بالإضافة للمصريين في الخارج. وحاليا في استقرار لأسعار العقارات، والدليل على كده هو الطلب المتزايد على السكن نتيجة النمو السكاني والتوسع العمراني وظهور مجتمعات سكانية جديدة. لكن عبد المجيد جادو الخبير الاقتصادي عنده رأي تاني مختلف، وقال إن ارتفاع أسعار العقارات وصلت لمستويات قياسية بتفوق القدرة الشرائية لأن أغلب المواطنين، وده مؤشر لتراجع حجم الطلب خلال الفترة اللي جاية. قال كمان إن قيمة أغلب العقارات في السوق المحلي حاليا وصلت لأضعاف قيمتها الحقيقية، وده معناه احتمالية حدوث انهيار مفاجئ ورجوع لأسعار الطبيعية مرة تانية. وعموما ده حصل بس في قطاع الذهب في بداية السنة لما ارتفعت الأسعار لمستويات كبيرة جدا وما كانتش حقيقية، بعدين حصل هبوط حاد لحد لما وصلت لمستويات عادلة. قال كمان إنه انخفاض أسعار مواد البناء خلال الفترة اللي فاتت هتخلي تكلفة العقارات الجديدة أقل بكتير من الفترة اللي فاتت، وده هيخلي المطورين الجداد يطرحوا وحدات بأسعار قليلة جدا مقارنة بالأسعار الحالية. أما هاني توفيق الخبير الاقتصادي فقال إن الأزمة المتوقع حدوثها في السوق العقارية المحلية سببها الارتفاع الكبير في حجم المبيعات من غير وجود تسليمات للعميل على أرض الواقع. وقال أعرف ناس اشتروا وحدات سكنية من سنة 2015 وخلصوا دفع قسطها ولحد دلوقتي ما استلموهاش، ويمكن ده سبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع تكاليف الإنتاج اللي خلت المطور العقاري مش قادر يكمل بناء المشروع اللي اتباع أكتر من 80% منه على الأقل، وفي نفس الوقت مش قادر ياخد تمويلات بنكية بسبب ارتفاع معدلات الفايدة. علشان كده بيضطر يعلن عن مشروع جديد علشان يستفيد من قيمة مبيعاته في بناء جزء من المشروع القديم. ودلوقتي قولوا لنا ايه رأيكم في أسعار العقارات دلوقتي؟